في المرة اللي فاتت اللي اتقابلنا فيها مع محمد السمري احنا وقفنا في الكلام عن اغلب المواتير بتاعت البي ام دبليو، لكن اتكلمنا شوية في العشرينات بالتفصيل. طيب انا دلوقتي لو عايز حاجة اقوى من ال 320 ايه الاوبشنز اللي قدامي؟ هنكمل بقى الكلام مع محمد السمري صاحب مركز دكتور بي ام دبليو. كده خلصنا المواتير ال 2000 التربو. احنا بنتكلم دلوقتي في ال N54 وال N55. الاثنين دول موجودين في ال F30. لا، الاثنين دول بيكونوا موجودين في الاي سيريس، بيبقوا في الاي 90 وال1 سيريس اللي هي الاي 87، واحيانا بيكونوا موجودين في الاكس 1. بس الاكس 1 مش موجود منها هنا في مصر الموضوع ده، بس الاي 90 والاي 87 او ال1 سيريس بكل اشكالها يعني موجودين فيهم الام 55 والام 54. بيحصل ايه بقى في الام 54؟ انا بتكلم على سواء 1 سيريس او 3 سيريس. عندك الام 54 بينزل في زد اف 6 نقلات اللي هو ال 6 اتش بي، يا اما بينزل دي سي تي اللي هو 7 نقلات. الان 55 هكذا بينزل بالفتيسين دول، يا اما مانيوال. يعني عندنا ثلاث فتايس بينزلوا على الام 54 او الان 55. انهي احسن؟ الدي سي تي اقوى واحد فيهم. بس دي سي دي رخم في الطلعه، لكن غير كده لا، بتاع بي ام دبليو ممتاز بصراحه. مفيش ديلي، مفيش الهارد شيفت مش موجوده خالص. طيب يعني انا لو بتارجت دلوقتي اي سيريز قويه بعد ال 330 ال ان اي، انا بتكلم ان 54 او ان 55 دول جاهزين موجودين ولا بشتري سيستم وبسقطه؟ بتشتري سيستم وبتسقطه. لا، مفيش عربيات في مصر نازله ال 35 غير قليل قوي، او بتبقى جايه من بره. الام 54 نازل في ال 5 سيريس، نازل في ال 7 سيريس، نازل في الاكس 6 والاكس 5. عندنا 7 سيريز فيها ان 54 فيها وال5 سيريز اللي نازل فيها اللي هي ال 535، ال 535. بس دي نادره. عندنا اف 01 نازل فيها ان 54، اللي هي اللي هو الاف سيريس ده الحاجه الوحيده اللي نازل فيها الان 54 هو ال 7 سيريس اللي هي 2009 تقريبا. دي نادره قوي دي. قليله اه. طيب وال 535 انا عموما سمعت ان مشكلتها الرئيسيه في الفتيس. لا، هو ال 5 سيريس مشكلتها في الفتيس. من بعد 2007 كان الفتيس الزد اف التاتش، كان الميكاترونيك بتاعته مش احسن حاجه، بداوا يعالجوها في 2010. بس الموضوع دلوقتي ما بقاش بالنسبه لنا مشكله ان الفتيس رخيص، ما بقاش يعني لو فيها مشكله بغير فتيس لان الفتيس مش غالي. زمان كانت مشكله ان كان الفتيس غالي قوي. وال 535 الاف 10 دي ان 55 نفس الموتور اللي نازل في الاف 30 بنفس الفتيس، وما فيهوش مشاكل. ما فيهوش مشاكل. طيب يبقى احنا كده عندي كده ال 20، عندي ال 35، وفي حاله ال 40 مش نازل غير في الاف 30 بس. بالظبط. بس التوضيح برضو ال 40 3000 سي هو نفس الكاتيجوري بتاع ال 35، بس هو يعني بيتقال عليه 40 عشان الهورس باور بتاعه احسن شويه. اللي هو البي 58. بالظبط كده. والبي 58 التيو نزل عندنا هنا. نازل عندنا هنا في الجي سيريس بس قليل. ونازل في تويوتا سوبرا. هو جي سيريس لو العربيه 40، يعني مثلا عندك الاكس 5 الام 40 ده عليها التيو، الجي 01 الاكس 3 تيو، وهكذا. طيب وبالنسبه للعربيات اللي بتطلع باور كبير على عجل خلفي، مش بيعملوا ايه علشان تراكشن؟ مش خطر كده ولا؟ الموضوع بيبقى خطر تحت، لكن فوق من 100، من بعد ال 100 لا الموضوع بيبقى احسن شويه. واللي احنا قلنا برضو ان الكورونا ال اس دي برضو ليها يعني لما لذة في الموضوع ان هي بتخليك تكنترول شويه. وبنحل الموضوع بسلاكس، بنحط فرد سيمي سلاكس او فول سلاكس، بس الفكره ان الفرد مش موجوده، فهو ده اللي بيحل الموضوع. الفكره بقى ان العربيات الخلفي مشكلتها في الجري ان هي بتهدر. يعني انا دلوقتي ماشي على 100 مثلا، لو العربيه مثلا 650 هورس باور هدوس العربيه برضو هتهدر. فدي بالنسبه لي انا شايف ان جري من 100 ل 200 مش احسن حاجه. طيب ولو عايز رباعي في الاف 30 ينفع؟ ينفع نخلي العربيه رباعي. بنحط الفتيس اللي هو الفور ويل، بنحط فتيس الغرز، بنحط الكورونا، الكبان الاماميه، الكبان الخلفيه، الكردان، عشان طبعا مقاساتهم بتختلف. ودي سهله، العربيات موجوده. العربيات موجوده تقدر يعني لو استوردت العربيه، او في عربيات هنا بتبقى موجوده احيانا. طيب بس الفكره في قطع غيارها، بس هي دي المشكله الوحيده، ان لو لا قدر الله حصل حاجه في الاجزاء الاماميه او في جزء الغرز مش موجود. طيب يا كده الاف 30 ممكن احط فيها رباعي والاي 90 والاي 90 ولا اروح للموتور الكبير بقى الفي 8 4 400 توين تيربو اكس 5 ولا اكس 6؟ بص، الاكس 5 والاكس 6 يعني هي عربيات كويسه لو انت صيانتك كويسه وبتاخد بالك قوي من العربيه، لان هي روح العربيات دي او اهم حاجه فيهم الزيت والميه. فيها مشاكل كبيره قوي، السبايك فيها مشكله كبيره قوي، عامله زي مواتير الام، هي دي مشاكلها. والبساتم البنزين في العربيات دي بيبهدل الدنيا. يعني هي فيها حاجه متفرده مخصوص يعني المواتير دي كلها؟ هي فيها ثلاث حاجات: كرانك، سبايك، بساتم وشنابر. ده حاجات بتحصل فيها دايما. يعني الموتور ده بعد ال 100,000 شنابر بتبوظ، ده مليون في المية.
والكلام ده ممكن يكون المستخدمين مش عارفينه، بس هو شايف ان عربيته بتنقص زيت بيزود زيت وخلاص. لا، بس بيبدا الشمبر يحصل له تاكل حتى لو بنسبه بسيطه يعني. يعني خليني في ال 3000 سي سي 6 سلندر احسن من الفي 8. بكتير بكتير. ولو انت دخلت في الاف سيريس، لو بتتكلم على الاف سيريس، هو البي 58 احسن. بالنسبه للبي 58 مثلا. طيب بالنسبه للبي 58 بقى، ده من احسن المواتير اللي اتعملت، يعني بالنسبه ان هو احسن موتور تويوتا خدته وحطته في السوبرا الجديده. ليه بقى البي 58 احسن موتور؟ لان ده من عيله الام 50 بتاع زمان، اللي كان بينزل على 30 وبينزل لحد دلوقتي في العربيات دريفت. الموتور ده لحد 1200 هورس باور، ناس كتير جدا عاملاه، منهم احمد دحام مثلا عامل عربيته الجديده حاطط عليها بي 58 تعديلات رهيبه ما بتخلصش منهم. ان انت دلوقتي عايز توصل لفين؟ معاك لحد 600 هورس باور، تبقى ديلي يوز 1000 هورس باور، 1200 هورس باور براحتك. الفكره في ايه بقى؟ الفكره ان انت هتغير حاجات في الموتور عشان تخلي الموتور ده يستحمل. اولا الكرانك بتاع البي 58 من احسن الكرانكات اللي بي ام دبليو عملتها، ما بيتغيرش، ما بيحصلوش مشكله، مش سهل ان هو يحصل له مشكله. يعني البيلد اللي معروف في مصر ان انت بتجيب مثلا موتور بي 58 تحط عليه مثلا بيستم سبور ايا كان مهلي او سي بي كاريلو، تحط عليه رودز سبور بي سي او ايا كان النوع اللي هتحطه، تحط سبايك، تحط كرانك هاب. ده احنا كده خلصنا البيلد من جوه. بنجيب مسامير وش سلندر السبور، بنجيب جوان وش سلندر سبور، كده الموضوع انتهى. على الكامات الستوك الهاي بريشر بتاع البي 58 التيو. البي 58 التيو ده اللي هو نازل على التويوتا سوبرا ونازل على الجي سيريس، اللي هي العربيات الجي سيريس اللي هي بادئه من 2019. ده بيستحمل وما فيش اي مشكله فيه. ممكن نقدر نحط مانيفول مثلا ونحط عليها بورت انجكشن، نحط بيور 850، وده التوربو اللي مصر كلها بتركبه تقريبا بالظبط كده. لان هو بيخليك تمسك على الاقل 700 ويل من غير اي مجهود. لكن انت لو عايز تعلى اكتر من كده، في حاجات كتير جدا تخليها تبقى. وسواقته عامله ازاي البيور 850 هو ديلي؟ هي مفيش اي مشكله. هو المشكله بس ان هو في ديلي شويه، عشان طبعا كل ما تكبر التوربينه كل ما الديلي بيحصل. نقدر نظبط ده بالتتوينه بس ما بنوصلش لاحسن حاجه. بس انت ما بتحسش ان انت اصلا راكب عربيه متعدله، ودي الميزه بقى، انت تقدر تتحرك بيها تروح مشاويرك كلها. يعني مش عربيه مش همجيه يعني. وهيبقى صوتها عالي على طول ولا في فالفات بتقفل؟ في فالفات بتقفل وتفتح، وعلى حسب انت يعني هتعمل الاكزوست بتاعك ازاي. لكن هو عامه البي 58 صوته كويس. لو على الستوك اكزوست مش هينفع طبعا، لان يعني الاكزوست لو انت هتركب توربو مستحيل على الستوك اكزوست، لازم تعمل اكزوست. ممكن تعمله بفالف بس انا ما بفضلوش بصراحه. ايه نسبة المشاكل اللي ممكن تحصل بعد ما تعمل بيلد؟ يعني انا دايما يقول لك الموتور اللي يتفتح يبقى خلاص كده. بص، هو الكلام ده كان في الان سيريس عامه، بس في البي سيريس لا، ما بقاش في الكلام ده. وكمان احنا بقينا هنا لحد ما فاهمين الموضوع شويه، فما بقاش يحصل مشاكل من البيلد. المشاكل بقى بتحصل من قطع الغيار ذات نفسها. لو انت قطعه الغيار ما كانتش احسن حاجه، هي دي اللي تعمل مشكله. بس خلاص كل قطع الغيار بقت معروفه ان ده احسن حاجه. انت بتخش تشوف الريفيوز بتاعت الحاجه. ده كان الاول، دلوقتي خلاص بقى عندنا اكسبيرينس في الموضوع ده. مش بتكلم عليا انا شخصيا، على مصر عامه. وبالنسبه للفتايس في ال 40 بتستحمل بقى ال 1200 حصان اللي انت قلت عليها دي؟ لا طبعا الفتيس الستوك مش هيستحمل، بس الفتيس الستوك بيستحمل لحد 500 هورس باور، وليه تيون من اكس اتش بي. تقدر تعملها موبايل ابلكيشن فيها طبعا ثلاثه ستيج. تقدر تستخدم الستيج اللي انت محتاجها على حسب طريقه المشي اللي انت حاببها. هنعلى عن ال 500 هورس باور، هنجيب فتيس زد اف 75 ده بتاع الديزل. الفرق ما بينه وما بين العادي ان احنا بس بنقطع الحله، عشان الحله مختلفه. بنقطع اول داير الحله وبنلحمه في الفتيس الثاني، وما فيهوش اي مشكله، بيبقى سيفتي ويستحمل لحد 1200 هورس باور، ما فيهوش اي مشكله. وهو برده 8 سرعات 8 وبيتكلم سرعات. مع كنترول وكل حاجه. هو ده زد اف اتش بي، ده زد اف اتش بي، مفيش اي فرق. وبينزل له تيون اكس اتش بي ولا؟ طبعا لازم تيون اكس اتش بي عشان يبقى شيل التورك ليميت. بالظبط كده، عشان التورك ليميت. وكمان عشان هو الفتيس الديزل لحد ما فيه هارد شيفت شويه، فالاكس اتش بي بتعالج الموضوع ده. طيب انا راجل بحب عربيتي تبقى كبيره، معايا عيله، معايا ناس كتير بتركب، ويعني 3 سيريز هتبقى صغيره، 5 سيريز، ايه الاوبشنز اللي قدامي عشان ابقى راكب حاجه قويه؟ عندك حلين، ممكن تركب الاي 60 وممكن تركب الاف 10. الاي 60 احسن مواتير نزلت فيها اللي هي الام 52 30 اللي احنا اتكلمنا عليها. ممكن تحط عليها برضو الموتور الام 54. ممكن نحط عليها المواتير ال 4400، ودي برضو مواتير كويسه جدا. الموتور ده تقريبا بيطلع 300 هورس باور. ان ايه ما فيهوش اي مشكله. يعني دوره الميه بتاعته معقوله. كل قطع غيره هو 7 سيريز، ما نزلتش كتير في مصر، بس مواتير محترمه وما فيهاش اي مشكله. طب وغير الاي 64 الاف 10 نقدر نركبها من اول الام 52. هي نازله بموتور ام 52 اللي هي ال 523 او ال 528 2010 11 لحد الام 55 ال 35 6 سلندر. برضو ممكن تبدا تخش على ال 8 سلندر اللي هو الاس 63، بس ده طبعا عشان في مشاكل حاصله في الاكس سيريس يعني، فما بنحبوش قوي. طب وتنصحني بانهي واحده في الاف 10 لو هختار موتور اعتمادي وباور كويسه؟ بص، هنتكلم على موتورين. هنتكلم على ان 52
اللي هو ال 30 الان اي لو انت ما بتحبش التربو وقصه التربو او اعطال التربو. وده بينزل في الاف سيريز؟ بينزل في الاف سيريس. الاف 10 بينزل من موديل 2000 انا بتكلم على سنه تصنيع من 2010 ل 2011. هنا في مصر بيقولوا عليه 2011 2012. الموتور اللي بعديه على طول وبيطلع هورس باور اقوى من ده بكتير تربو اللي هو الام 55 اللي هو بينزل على الاكس 3 الاف 25، بينزل على الاف 30، بينزل على ال1 سيريز، بينزل على معظم الافات، وبينزل على الاي 90 او الاي سيريز عامه. وتسقيطه سهل ما فيهوش مفيش اي مشاكل؟ مشكله. هو كل بي ام دبليو عامه كل الموضوع بلاج اند بلاي، بس الفكره ان انت تبقى عارف الوايرنج كويس قوي عشان الكامبس لما او الضفيره لما ما بتعملش صح بتعمل مشاكل كتير جدا. طيب حابين نشكرك على المعلومات دي حبيبي ربنا يخليك. ولو في اي حاجه بقى ان شاء الله تاني الناس سالت اسئله تاني نجي لك تاني مفيش تقول لنا على مشكله اجابات. مفيش مشكله مفيش مشكله شرفتونا. العفو. حرام ده دلوقتي كل ال1 سيريز حاطين اربعينات وعمالين يندبوا بتوع الجولف.